بسم الله عسلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. رجعت لكم اليوم فيديو جديد ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا غريبة حمص وغريبة ذراع، حاجة بنينة برشا. تعملوها وحدكم نظيفة في الدار، تعملوا عليها 66 كيف. طريقة سهلة برشا من غير تعقيدات ومن غير لا ميزان لا حتى شيء. نوريكم كيفاه تكيلوا حاسيلو تجيكم بنينة بنينة على الاخر. جربوها وتفكروني. وكانكم أول مرة تزوروا قناة مرحبا بكم، ماذا بيا تعملوا لي اشتراك وجيم على الفيديو كان عجبكم. ويلا نبداو في المقادير وطريقة التحضير. نحضر غريبة الحمص بتاعي. لهنا خديت صحفتين حمص مرحي، ماذا بكم خذوا نوعية باهية ولا ارحيوه وحدكم. خديت صحفة فارينة نفس الصحفة نكيلو بها، لهنا 50 جرام نشاء. وباش نزيدها صحفة ناقصة كيف ما تشوفوا لهنا سكر محور. راهو بالطريقة ديك يجيكم معدل السكر لا زايد لا ناقص، تحبوا تنقصوا نقصوا. لهنا نخلطوهم بالباهي مع بعضهم، ماذا بيكم تغربلوا كل شيء. لهنا انا السكر محور ما غربلتوش، رصت لي غربلتهم الكل مع بعضهم من اول وجديد. جبت زيت زيتونة وباش نبدا نلم في الخليط متاعي بشوية بشوية. تنجموا تستعملوا زيت نباتي، نتبعوا بشوية بشوية باش ما تجيش طرية برشا. كل مرة نزيدوا شوية زيت ونحركوا بالطريقة هذه، مانيش باش نعجنوا، نلموا العجينة متاعنا. لين نتحصلوا على القوام هذايا، تبدا ملمومة شوية مش مزيتة برشا. ردوا بالكم ما تزيتوهاش، راهي من بعد تجيكم كبدة من داخل وما تجيكمش بنينة. تبدا تتفتفت هكا شوية وتتلم او ميم طون. توا لهنا باش نجي نبدا ناخد بالكعبورة ونبدا نصبتها بداية بالطريقة هذه باش تقر زيتها. يلزم كيف تصبطوها كيف ما تشوفوا، كيف ما نعمل انا لهنا تجيكم بالقوام هذاك. كان عندكم ماكينه بالطبيعه تنجموا ترحيوها، سينو تعملوها بالطريقه هذه وتخليوها ماذا بيكم حتى ليله كامله. المهم ترتاح بالباهي باش من بعد ساعاتكم في الخدمه. انا الحق لهنا راني ما خديتهاش ترتاح على خاطر يلزمني نكمل نصور الفيديو. اما تنجموا تخليوها ترتاح في عقلها. وراهي جاتني بنينه مريقله، القوام متاعها مريقل، حسيلو نودكم وما نشهيكم. شوفوا لهنا القوام متاعها كيفاه بعد ما تصبتها، تبدا طريه شويه وسهله كيكه تعطيكم الطوع في الخدمه. لهنا كمل صبتهم الكل وباش نغطيهم بابي اليمونتير وباش نخليهم على جنب ونمشي نحضر الخليط متاع غريبه الذراع. عادة نفس الصحفة كيلت بها زوز صحافي ذراع، صحفة فارينة كيف ما حكيت لكم، ماذا بيكم تغربلوا كل شيء. صحفة ناقصة سكر محور. لهنا مانيش باش نحط نشاي، حطيت شوية ديك برتقان مرحي شايح ومرحي وشوية جلجلين كعب. نجموا تحطوا جلجلين مرحي، راهو يبنن برشا الجلجلين. نخلط المكونات الكل مع بعضهم. غريبة الذراع ما نحطوش فيها نشا على خاطر بطبيعتها غريبة الذراع تجي يابسة شوية، ونشا يزيد يبسها. هنا بديت نزيد في الزيت زيتونة بشوية بشوية بنفس الطريقة متاع غريبة الحمص. فما شكون يعمل غريبة الحمص يكثر فيها نشاء، يعني يحط نفس الكونتيتي متاع السكر مثلا. راهي كيكة تجي سنسيبل على الاخر، انت تشدها الكعبة وهي تطيح من يدك، هي تتفترش، راهي مش باهية. حطوا شوية بركة على الكيلو. لهنا انا حطيت 50 جرام نشا سافا تجيكم مريقلة من بعد الكعبة هشوشة بنينة على الاخر. لهنا بنفس الطريقة كملت صبتهم الكل. شوفوا القوام متاعها كيفاه، غطيتهم بابي اليمونتير وباش نخليهم يرتاحوا على جنب. باش نجي توا نشكل غريبة الحمص بتاعي. ناخذ بالبودان كما تشوفوا لهنا ونبدا نحلها بالطريقه هذه. راهي باش تبدا تفتفت لكم الكيكه، ما تخافوش منها عادي، لموها بنفس الطريقه كيف ما تشوفوا فيها انا لهنا.
وبشوية بشوية تعطيكم التوع في الخدمة لهنا، خاطرها ماهيش مرحية وماهيش مرتاحة بالباهي. انا مرات تحتاج جملة كملت منها رجعت لها منها، وسوا عليها بالكم تو تولي كيف ما تشوفوا هكا. ما تقولوش هاي ناقصة زيت ولا حكاية، راهي لا ناقصة لا حتى شي، وسعوا بكم معها. لو كان تزيدوها برشا زيت راهي تجيكم مش بنينة، تجيكم مكبدة من داخل، والزيت يبدأ عادي طعم قوي. ما ننصحكمش، وسعوا بالكم معها في التشكيل وكهو. لهنا خديت لوز مهروش، كنت حضرت شوية لوز، شوية جلجلان احمر، شوية جلجلان ابيض، وشوية لوز محمر باش نزين بهم الغريبة متاعي. نحطه بالطريقة هذه، نسويها بالباهي. وبعد باش نجيب السكينة ونبدأ نقص. لهنا تنجموا تقيسوا بصوابعكم ولا بالمسطرة باش يجيوكم نفس الحجم. انا لهنا اكيكا شي كعبة طويلة كعبة قصيرة، حسيلو الفايدة في البنة. ما وسعتش بالي الحق على المنظر معناها، اما ميسالش اونفان جات مزيانة منظرها محلاه. شوفوا لهنا الكعبة كيفاش تبدأ مرتوبة مريقلة لا مفتفتة لا حتى شيء. لهنا حطيت شوية لوز احمر محمر. بنفس الطريقة نشكلوا كعبات الغريبة متاعنا. هذايا جلجلين ابيض هوكا جوست نبدلوا في المنظر وكا. على خاطر كمان يعني المنظر هو كل شيء. لهنا باش نعملهم دي بودان صغار معناها مش نفس الشكل متاع المقروضة. لهنا حبيت نوريكم القوام متاع كعبة الغريبة بعد ما تخدمت وحضرت. شوفوها كيفاه تبدأ طرية شادة روحها بالباهي، لا تتشقق لا حتى شيء. هذا هو المطلوب. وتوا باش نجي نشكل كعبات غريبة الدراع متاعي بنفس الطريقة. نوسعوا بيننا كالعادة على العجينة متاعنا تو تتشكل بشوية بشوية، ونزينوها بنفس الطريقة متاع غريبة الحمص. بالطبيعة تنجموا تعملوا أشكال أخرين، كان عندكم قوالب، بالعكس القوالب أسهل تثبتها بيديك ومن بعد تشكلها، أما هذه تشد أكثر وقت. نسويها بالطريقة هذه. وباش نجي لهنا بسكينة نقصها كالعادة بنفس الطريقة. ونحط في البلاتو متاعي. بالطبيعة البلاتو لازم يكون مفروش بالبابي كويسون. ولهنا كنت خدمت الفور متاعي على 150 درجة، ماذا بيكم أقل شيء معناه 150 متفوتوش، باش الكعبة الغريبة متاعكم ما تتحلش ما تفتفتش، تبقى محافظة على المنظر متاعها وعلى القوام متاعها. هذوما كعبات الغريبة بتاعي بعد ما خرجهم من الفور، ريحتهم ياسر بنينة تفحفح. نودكم ومشاهيكم راهم جاو بنين بنين على الاخر، شادين رواحهم، منظرهم ياسر مزيان كيف ما تشوفوا لهنا. نودكم ومنشاهيكم. وهذه كانت وصفتنا اليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتعملوا لي جيم وكومنتير، وان شاء الله في فيديو قادم بإذن الله. بسلامة.